تربو فرايد تشيكن براند من بورسعيد عنده فرصة ان هو ينافس البراندات الكبيرة، بس في كام مشكلة كده يحلهم الاول. طلبت منهم وجبتين، واحدة ستريبس 3 قطع سبايسي معاها بطاطس وكول سلو ورز. الفراخ طعمها حلو ونضيفة. الستريبس في كل المطاعم تقريبا ما بيبقاش فيها مشاكل كتير، مثلا في الزفارة في الطعم او انها تكون شاربة زيت زيادة، يعني بتبقى اضمن حاجة واسهل حاجة على اي مطعم، اسهل بكتير من الفراخ القطع اللي بالعظم. البطاطس كانت حلوه، كانت لسه سخنه ومقرمشه لان انا لسه جايبها من المطعم وهو قريبين مني جدا. الكول سلو برضو حلو والرز بتاعهم ممتاز. نروح لتاني وجبه وهي القطع دي 3 قطع من غير البطاطس. انا في المطعم لقيته محطش بطاطس فبساله، فطلعت ان الوجبه فعلا من غير بطاطس. الراجل كتر خيره بقى حط شويه كده من عنده. القطع حجمها متوسط شويه، تتبيلتها كويسه، بس مشكله التتبيله ان هي مش داخله لغايه جوه، ودي اللي عامله المشكله ان الفراخ للاسف فيها زفاره، هي اي نعم بسيطه شويه بس موجوده. ده اللي بيفرق اي مطعم من التاني وينجحه، ودي اهم حاجه، ان المطعم يقدر يتغلب على مشكله الزفاره اللي هي بتبقى اصلا حاجه طبيعيه في الفراخ. فيا ريت يتغلبوا على المشكله دي، وخصوصا ان اسعارهم تقريبا نفس اسعار المنافسين الاكبر زي هارت اتاك وغيرهم. تاني حاجه وهي ان كل المنتجات اللي عندهم في الثلاجه تقريبا مقاطعه، المشروبات حتى الكاتشب كله مقاطعه. ولو بصيتوا على صفحتهم القديمه هتلاقي ان اخر بوستات كانوا بيتكلموا على انهم هيوقفوا المنتجات المقاطعه ويستخدموا المنتجات المحليه، لكن ده ما حصلش. بس دي كانت تجربه تربو فرايد تشيكن. سلام.